ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يلا نرسم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد آمين. النهاردة هنتكلم عن بنت جميلة قوي، وهي القديسة فيرينا. كانت عايشة في صعيد مصر في محافظة قنا في بلد اسمها كاركوز. والقديسة فيرينا يا أصحابي من وهي صغيرة كانت بتحب ربنا جدا، كمان بتحب تخدم كل الناس وبتهتم بيهم. ولما كبرت القديسة فيرينا وبقت شابة التحقت كممرضة بالكتيبة الطيبية في أوروبا. وفي الوقت ده يا أصحابي كانوا اللي بيحكموا الإمبراطورية الرومانية الطغاة ديوكليديانوس وماكسيميناوس، ودول يا أصحابي كانوا بيكرهوا المسيحيين واستشهد على ايديهم عدد من الشهداء كبير. وفي يوم من الأيام يا أصحابي الإمبراطور ماكسيميناوس استدعى جنود من مصر عشان يروحوا أوروبا ويحاربوا فيها. وسافرت الكتيبة من الجنود المصريين وكان عددهم 6600 جندي، كانوا كلهم مسيحيين وكانوا من مدينة طيبة، علشان كده اسم الكتيبة الطيبية. ومين بقى يا أصحابي اللي سافرت معاهم؟ القديسة فيرينا. وهي كانت بتخاطر بحياتها عشان هي سافرت في رحلة طويلة خالص مع الجنود لسويسرا، وكانت بتهتم بيهم وبأكلهم وبشربهم أثناء الحرب. وده يورينا قد ايه يا أصحابي إن القديسة فيرينا كانت جميلة قوي، إنها بتحب تساعد غيرها وتهتم بيهم. والكتيبة الطيبية يا أصحابي حاربوا وانتصروا، وبعدها الإمبراطور ماكسيميناوس قال للجنود: يا كل الجنود الشجعان، أنا هطلب منكم طلب، عايزكم تبخروا للأصنام وكمان تسجدوا لهم. رد عليه القائد موريس قائد الكتيبة قال له: جلالة الإمبراطور، إحنا بنعبد إلهنا يسوع المسيح ومش هنسجد أبدا للأصنام. الإمبراطور لما سمع كده رد عليه وقال له: يا تسجدوا يا تموتوا. وفعلا الإمبراطور يا أصحابي أمر بقتل كل جنود الكتيبة علشان رفضوا الطلب اللي هو طلبه إنهم يسجدوا للأصنام. واستشهد القائد موريس واستشهدوا كل جنود الكتيبة الطيبية. عارفين راحت فين القديسة فيرينا؟ في الوقت ده ربنا أرشدها إنها ما ترجعش مصر تاني وتفضل هناك في سويسرا. وسكنت القديسة فيرينا في مغارة لوحدها وعاشت حياة النساك، يعني مش هتتجوز يا أصحابي. وكان معاها العذارى اللي سافروا من مصر، وعلشان هي كانت ممرضة فكانت لما بتلاقي ناس في القرى اللي جنبها تعبانين وعندهم أمراض كانت تساعدهم وتعالجهم، كانت كمان بتهتم بيهم وكانت بتعلمهم إزاي يهتموا بنظافتهم الشخصية، إزاي يغسلوا جسدهم وإزاي يسرحوا شعرهم. والناس دول يا أصحابي كانوا وثنيين وما كانوش يعرفوا ربنا. وكانت القديسة فيرينا بتحكي لهم دايما عن بابا يسوع وبقوا مسيحيين. مين بقى اللي وصلت أخبار فيرينا؟ الإمبراطور ماكسيميانوس سمع عن خدمتها وإنها بتكلم ناس كتير قوي وثنيين عن الرب يسوع، وفعلا الناس دي بقوا مسيحيين. فخاف بقى الإمبراطور إن كل الوثنيين يبقوا زيها مسيحيين، وأمر في الحال إنهم يجيبوا فيرينا ويحبسوها في السجن. ولما دخلت فيرينا السجن كانت بتصلي وبتقول: رب يسوع أرجوك خليك معايا وما تسيبنيش أبدا، قويني يا رب قدام الحاكم والحراس وثبت إيماني بيك، آمين. وبعد لما الحاكم سجن القديسة فيرينا جات له حمى شديدة وكانوا بيعالجوه، لكن ما كانش فيه أي فايدة خالص. وحد من الخدام يا أصحابي قال للحاكم: ده بيقولوا إن فيه واحدة ممكن تساعد وهي شاطرة قوي اسمها فيرينا. رد الحاكم وقال: لا مش معقول، دي أكيد فيرينا اللي أنا لسه ساجنها، مش معقول ترضى تساعدني بعد اللي أنا عملته فيها، لكن أنا هحاول وهبعت دلوقتي لفيرينا. على طول الحاكم ندى الحراس وجابوله فيرينا من السجن علشان تعالجه. وفعلا يا أصحابي رغم إن الإمبراطور سجن القديسة فيرينا وحطها في السجن، لكن هي رضيت إنها تعالجه وتساعده وكانت بتهتم بيه وكمان صلت له، وبصلاتها بقى كويس على طول. وقال لها: أشكرك جدا يا فيرينا، بس أنا في حاجة مش قادر أفهمها، أنت إزاي ساعدتيني رغم إني سجنتك؟ ردت عليه وقالت: دي تعليم إلهنا أيها الحاكم، إننا نحب بعض
وبعد كده يا أصحابي القديسة فيرينا رجعت تكمل خدمتها وتساعد كل الناس اللي حواليها. وفي يوم من الأيام القديسة فيرينا راحت السماء يوم 4 توت والموافق شهر سبتمبر ميلاديا. وفي اليوم ده يا أصحابي إحنا بنحتفل بعيدها من كل سنة. وكمان اتبنت 70 كنيسة في سويسرا و30 كنيسة في ألمانيا على اسم القديسة العظيمة فيرينا. يا ريت كلنا يا أصحابي نتعلم من القديسة الجميلة فيرينا حب الناس ومساعدة كل تعبان. الآية كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الشاهد رسالة بطرس الأولى 1:16. يا أصحابي يلا اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم، وكمان تابعوني، أنا على طول هنزل لكم قصص جديدة ومختلفة. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.